تفتكر في حلم ممكن يغير مصير بلد؟ طب انت تفتكر انك مرة حلمت حلم وهو اللي قرر لك مستقبلك؟ في ناس بتصحى تنسى الحلم اللي حلمته، وفي ناس اصلا بتبني حياتها كلها على حلم، وكل الناس بتحلم. الدراما بقى خدت الحلم وخلته حكاية ممكن تتشاف وتتصدق. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي الحلم بقى واحد من اهم ادوات السرد الدرامي في السينما، من اول اسطورة فرعونية لحد كابوس بيصحى بيه بطل الفيلم وهو بيصرخ. جاهز تدخل عالم الأحلام في السينما والدراما؟ يبقى يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة من كادر مصري، وحلقة جديدة بعنوان حلمت لك حلم. لكن قبل ما نبدأ بفكرك تعمل لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد. في قصر الملك أمنحتب الثاني كان في حالة من الترقب الشديد بتسيطر على الأجواء. الملك مات، والكهنة بيتشاوروا بينهم وبين بعضهم علشان ينصبوا الحاكم الجديد. لكن في مشكلة صغيرة. تفتكروا مين هو ولي العهد اللي هيكون الحاكم الجديد؟ واحد من الكهنة رد بالرد المنطقي: ولي العهد هو ابن الملك. وهنا باقي الكهنة احتجوا وأعلنوا اعتراضهم. إزاي يعني هيسمحوا إن عرش كيمت يجلس عليه حاكم أمه دمها مش ملكي؟ الأمير اللي بيتكلموا عنه هو تحتمس الرابع، ابن الملك أمنحتب الثاني، لكن أمه تبقى الملكة تي عا، واللي أصولها الغامضة بالنسبة للكهنة هتقف في طريق تولي ابنها حكم مصر. وفي الوقت اللي كان الكهنة بيستعدوا فيه لتنصيب أخو الملك تحتمس اللي أمه بقى دي من دم ملكي على عرش مصر، كان الأمير الشاب بيحاول يخفي غضبه وغيرته من أخوه، وقرر إنه يخرج في رحلة صيد علشان يفكر كويس ويعيد حساباته مرة تانية. وصل الأمير الشاب لهضبة الجيزة، وهناك استلقى ونام تحت راس تمثال ضخم مدفون في الرملة. التمثال كان مدفون بالكامل في الرملة، ومش باين منه غير جزء بسيط جدا من راسه. ولما نام الأمير شاف حلم غريب جدا. شاف التمثال الضخم وهو بيتجسد أمامه وبيتكلم معاه. بيقول له إيه؟ بيقول له: يا تحتمس، إنني أنا من ولد قبل الشمس، ونحت وجهي من قبل الزمان. أنا خبري رعآتون، الرمال تخنقني يا تحتمس، وإن أنت أزلت الرمال عني أزلت أنا الغبار عن قدرك، ووليتك حاكم على كمت، لأنني أنا من أولي الحكام لا الكهنة، لأنني أنا الإله. صحي الأمير الشاب من نومه وهو طاير من الفرحة، واعتبر كده إن الحلم اللي شاف فيه خبري رعآتون ده بمثابة صك ليه إن هو يحكم مصر بأمر من الإله. ما كدبش تحتمس خبر، وبدأ فعلا يشيل الرملة من حوالين التمثال، وظهر جسد التمثال اللي فضل مدفون تحت الرملة لآلاف السنين. وكان استخراج التمثال ده بمثابة صك لتحتمس الرابع قدام الكهنة إنه ممكن يحكم مصر بأمر من الإله. لكن في برضه مشكلة صغيرة. في حاكم فعلا على عرش مصر وهو أخو تحتمس الرابع، فاكرينه؟ في يوم صحي كل اللي في القصر على خبر مفجع: الملك مات، ومحدش عارف تحديدا مات ازاي. لكن بيني وبينكم كده كان في اصابع بتشير الى تحتمس الرابع انه قتل اخوه. المهم تحتمس الرابع بقى ملك مصر، ووثق كل القصة دي في لوحة، وخد اللوحة حطها بين اقدام التمثال اللي هو بعد كده بقى اسمه تمثال ابو الهول، وسمى اللوحة دي لوحة الحلم. الحلم هو واحد من الأساليب اللي ممكن يستخدمها كاتب السيناريو كأداة من أدواته في السرد الدرامي، وبيلجأ دايما صناع الأفلام للحلم لأنها مساحة مرنة وبوابة سحرية بتدخلنا للعقل الباطن للشخصية الدرامية. سيجموند فرويد الأب الروحي لعلم النفس بيقول في كتابه تفسير الأحلام إن الأحلام دي مش مجرد نشاط عشوائي في الدماغ، لكن هو مجموعة من الحلول البديلة لمجموعة من المواقف والأحداث النفسية المتوترة. ووظيفة الحلم بقى إنه يحول هذه الأفكار اللاشعورية المكبوتة لخبرات ذهنية حقيقية علشان تعمل ما يشبه الإشباع الجزئي، فبالتالي يحس المخ إن هو حقق الرغبة. يعني باختصار كده فرويد عايز يقول لنا إن من وظائف الحلم هو تحقيق جزئي للرغبة المكبوتة عند الإنسان. في الدراما بقى الحلم بيكون له وظائف أوسع من الوظيفة اللي اتكلم عنها فرويد، وده مش معناه أبدا إن في أي تعارض ما بين علم النفس وما بين الدراما. الدراما وظفت الحلم وضفرته في أدوات البناء الدرامي واستخدمته كأداة سرد. يعني مثلا ممكن يكون الحلم هو المفجر للأحداث،
وممكن برضه يكون الحلم هو الدافع للأحداث، وممكن بقى أصلا يكون الحلم هو الخصم بتاع الشخصية اللي بيدخل معاه في صراع. مثلا الحلم لما يكون مفجر للأحداث، زي ما شفنا كده في حكاية تحتمس الرابع وأبو الهول، وإزاي إن الحلم اللي حلم بيه كان هو الحدث المفجر علشان يكون ملك مصر. تعال بقى نشوف مثال تاني في السينما للحلم مفجر الأحداث. عندك مثلا فيلم زي فيلم صوت من الماضي للمخرج عاطف سالم. في الفيلم بنشوف الطفل حمدي بعد موت أمه اللي كان متعلق بيها جدا، وفي ليلة عاصفة بيحلم حمدي بأمه وبيشوفها في حلم أشبه بالحقيقة، وبتبلغه بثلاث أمور هتحصل في المستقبل، منهم إن هو هيموت لما يوصل عمره 25 سنة، وإن أخته هتموت يوم فرحها، وإن هو هيحصل له حادثة قطر وهو عنده 23 سنة. هنا بتتحول حياة الطفل حمدي من حياة طبيعية وعادية لحياة كلها قلق وصراع وخوف من تحقق الحلم اللي شافه، ومن تحقق الحاجات الثلاث امور اللي قالت عليها والدته. تعالى كده نشوف السيناريست دكتور يوسف عز الدين عيسى والمخرج عاطف سالم خلوك تشارك انت كمشاهد ازاي في احداث الفيلم، وتبقى حاسس بنفس الاحساس اللي الطفل حمدي وفيما بعد بقى الشاب حمدي حاسس بيه، ومقتنع تمام الاقتناع ان اللي شافه حمدي حقيقة، وان النبوءات دي المفروض تخوف، والمفروض ان انا اخش معاها في صراع طول الوقت. تعال شوف معايا كده المشهد مرة تانية. اول حاجة في تمهيد ان في عاصفة وامطار واجواء غير مستقرة. بعد كده بنشوف الطفل حمدي وهو بيخرج من البيت اللي كان معزوم فيه على عيد الميلاد، وبيمشي في طريقه لبيته، وفي الطريق بتشتد المطرة والعاصفة فبيقع الطفل على الارض. بعدين بنشوف قطع بالمونتاج علشان نشوف انسيرت للرعد. بعدين بنرجع تاني للطفل اللي واقع على الارض وهو بيقوم وبيشوف على مرمى البصر ان في بيت بعيد، بيقرب من البيت وبيدخل، فبيشوف امه اللي ماتت بتتكلم معاه وبتقول له انا ابني مات وهو عنده 25 سنه، وبيحصل الحلم اللي احنا بنشوفه في المشهد. بعدين الولد بيصاب بحاله من الذعر وبيجري من البيت للمكان اللي وقع فيه في الاول، وبيقع تاني. بعدين انسرت تاني للمونتاج، ثم بنشوف اهل حمدي وهم بيدوروا عليه في نفس المكان. انت بقى كمشاهد تبدأ تسأل نفسك، هو اللي شافه الولد ده كان حقيقة ولا حلم؟ هو كان نايم ولا كان صاحي؟ الست اللي شافها دي حقيقية فعلا؟ طب لو كانت حقيقية هي مش امه ماتت؟ وتبدأ تتسحل طول الفيلم في مجموعة من الأسئلة، والسحلة دي بناء على ايه؟ بناء على حلم شفته في اول الفيلم هو اللي فجر لك الاحداث. لكن على فكرة مش هو ده التوظيف الوحيد للحلم في الخط الدرامي. زي ما قلت لك في الاول ان الحلم ممكن يكون خصم البطل بيدخل معاه في صراع، زي ما شفنا مثلا في فيلم معالي الوزير لأستاذنا الكبير وحيد حامد وإخراج الأستاذ سمير سيف. بنشوف رأفت رستم اللي بيتقدم لنا في العالم الطبيعي والواقعي بتاعه بأنه أستاذ جامعي عايش مع أسرته في هدوء، لكنه بيحلم بس إن تجيله السلطة، وفجأة بسبب تشابه في الأسماء بتجيله الوزارة لحد عنده. في العالم الواقعي اللي احنا شفناه في أول الفيلم احنا ما شفناش أي فساد نهائي لرأفت رستم، لكن بقى لما ندخل من البوابة السحرية بتاعة الكوابيس والأحلام بنبدأ نشوف عالم مظلم من الفساد، فساد سياسي، فساد إنساني، فساد على المستوى العائلي، كل حاجة. وبنشوف مجموعة من الكوابيس المسلسلة لرأفت رستم اللي بتاخدنا من حدث لحدث، تكشف لنا شيء فشيء فشيء مرة واحدة، ورأفت مكمل معاها وداخل معاها في الصراع وبيعمل كل حلوله علشان يتخلص منها. بنشوف مثلا أول كابوس لما بيفقد صوته يقول طب أغير مكان النوم أروح أنام في مكان تاني. بيشوف الكابوس اللي بعده وبنته بتقطع رقبته بإيديها يقول أتحرك إزاي، أروح أنام في جامع، أعمل أي حاجة، لحد ما في النهاية الكوابيس بتنتصر عليه وبيلجأ رأفت رستم للحل اللي كان رفضه أصلا من البداية. إيه الحل ده؟ إن يلجأ لطبيب نفسي، لكنه بيطلب من مساحة الأمان بتاعت رأفت رستم هو المساعد عطية اللي كان موجود معاه، بيطلب منه إن هو يحل بديل عنه عند طبيب الأمراض النفسية. الكوابيس كده خلاص سابته في حاله؟ لا طبعا، ظهرت الكوابيس مرة تانية علشان تشكك رأفت رستم في مساحة الأمان بتاعته، في المساعد بتاعه. وهنا بيتهور رأفت رستم وبيعمل أكتر رد فعل أحمق عمله في حياته، وبيقتل المساعد بتاعه علشان يعيش بدون أي مساحة أمان مع كوابيسه. مثال تاني بنشوف فيه الكوابيس عبارة عن خصم والبطل بيخوض الصراع معاه، هو فيلم ألف مبروك تأليف محمد دياب وإخراج أحمد نادر جلال، واللي فيه بيتقدم لنا البطل أصلا في بداية الفيلم إن هو شخص
مسالم تماما، سلبي احيانا، عايز يعيش حياته بهدوء ونفسه يعيش لحد ما يبقى عنده 100 سنة. فجأة بيخش في لوب من الكوابيس، الكابوس بيتكرر كل يوم، كل لما يحاول يهرب من الكابوس الكابوس يتكرر مرة تانية، كل لما يحاول يهرب منه، كل لما يحاول يغير حاجة الكابوس بيطلع له تاني وبيتطور وبيوصل لنفس النقطة اللي هو أصلا خايف منها في البداية، إنه بيموت يوم فرحه. وزي أي عنصر في الدراما ممكن يتغير وممكن يتلون عشان يخدم الهدف منه، الأحلام برضو كمان ممكن تتلون وتغير في شكلها لخدمة الهدف منها. فممكن في الدراما نشوف حلم متخفي، حلم احنا مش عارفين بالظبط قوي يعني هو حلم حقيقي ولا واقع. بنشوف مثلا في فيلم أرض الخوف للأستاذ داود عبد السيد لما البطل يحيى بيحكي إن الأحلام اختلطت مع الأوهام مع الذكريات مع الواقع وما بقاش قادر يفرق بينهم. وهنا بقى على فكرة بيكون الصراع أقوى. ما هو أنا لما أعرف إن الحلم ده حلم بجد أنا صراعي معاه ممكن يكون له حدود، لكن لما أصلا يبقى في شك إن كان ده حلم ولا حقيقة بيبقى الموضوع أصعب جدا. مثال تاني مثلا بنشوفه في فيلم الفيل الأزرق للمخرج مروان حامد. في أول الفيلم خالص بنشوف الدكتور يحيى راشد وهو مش قادر يحدد بالظبط الكلب اللي هو شايفه ده حلم ولا حقيقة ولا واقع ولا إيه بالظبط. بنشوف الدكتور يحيى راشد وهو قاعد على الكنبة وبيخفو وبيروح في النوم، فجأة الكلب بيهجم عليه، فاحنا كمشاهدين وهو كشخصية درامية يقول ايه ده حلم، ده كابوس، ده مش بجد. لكن فجأة يقوم من على الكنبة يتمشى في البيت فيكتشف فيه لعاب للكلب على السجادة، فتبدأ تسأل نفسك هو كان بجد؟ التفصيلة دي بقى أدت لإيه في درامة الفيلم؟ أدت لفتح مساحة مرنة جدا للعب بفرضية الخلط ما بين الأحلام والواقع، وكمان الخلط ما بين الوهم والحقيقة. فأنت كمشاهد قاعد بتتفرج على يحيى راشد واي حاجه هتحصل له انت متقبلها، لان احنا اتفقنا في اول الفيلم ان الراجل ده مش عارف يفرق ما بين احلامه وما بين الواقع. وده بقى فتح مساحه كبيره قوي لفرضيات دراميه كتير جدا، لدرجه ان الكاتب احمد مراد في الجزء الثاني من الفيلم بناه اصلا على فرضيه ماذا لو تم الخلط ما بين الحلم والحقيقه. طيب هل ممكن نقول ان الخلط بين الاحلام والحقيقه ده ممكن نسميه أحلام اليقظة؟ الحقيقة إحنا عندنا أصلاً أمثلة حقيقية وصريحة لاستخدام حلم اليقظة في الدراما والسينما، استخدام صريح. فبالتالي تعال نشوف النموذج ده وبعدين نبقى نفكر في إجابة السؤال اللي إحنا سألناه. النموذج ده موجود في فيلم بنتين من مصر للمخرج والمؤلف والسيناريست الكبير أستاذ محمد أمين. في الفيلم هنا بنشوف شخصية حنان وهي بتمر بلحظات من أحلام اليقظة، أحلام الارتباط والجواز والبيبي وحتى كابوس اليقظة اللي عاشت فيه لما عرفت إنها مصابة بالمرض الخبيث. هنا الفيلم استخدم حلم اليقظة بشكل صريح جدا، وكأنه بيفتح لنا بوابة سحرية كده علشان نمر منها للعقل اللاواعي لشخصية حنان، علشان نفهم أكتر ونتعمق أكتر في فهم الشخصية الدرامية دي بتفكر في إيه. ويبقى هنا بقى السؤال اللي احنا سألناه في الأول، هل الخلط بين الحلم والواقع ممكن نسميه حلم اليقظة؟ انت بقى اللي تجاوب في الكومنتات، لان ده سؤال مفتوح للنقاش. وزي ما اتكلمنا في توظيف الحلم كمفجر للأحداث وكمحرك للأحداث وكخصم أساسي بيدور معاه الصراع، عندنا أمثلة تانية لاستخدام الحلم الصريح للتعبير عن مكنون الشخصية. زي ايه؟ زي الحلم الشهير في فيلم الزوجة التانية، فاكره؟ الحلم ده اللي بنشوف فيه الست حفيظة وهي قاعدة على السرير جنب جوزها عتمان المريض وبتغفو غفوة، وبتروح في الغفوة دي وبتشوف جوزها مات، وبتشوف ازاي الورثة هيبهدلوها ويخرجوها من الدوار من غير اي حاجة. ايه اللي حصل هنا؟ احنا دخلنا جوه عقل الشخصية دي علشان نتعرف على مخاوفها الحقيقية. هي مش خايفة ان عتمان العمدة ده يموت علشان حبيبها مثلا ولا جوزها، لا، هي خايفة ان هو يموت لانها هتتبهدل من خيره. مثال تاني بنشوفه مثلا في فيلم الساحر للمخرج الاستاذ رضوان الكاشف، وبنشوف منصور وهو بيحلم انه بنته نور بتتخطف قدامه ورايحة لطريق مجهول وهو عاجز عن حمايتها. فبالتالي قدرنا كمشاهدين ان احنا نتفهم ليه الراجل ده بيبالغ في حماية بنته. لكن بالمناسبة على فكرة مش بالضرورة ابدا ان احنا نشوف الحلم على الشاشة بشكل صريح. الحلم ده ممكن يتحكي لنا. عندك مثلا الحلم اللي حكاه لنا الشيخ حسني في فيلم الكيتكات للأستاذ داود عبد السيد، واللي فيه بيحكي الشيخ حسني ان هو شاف جنية على البحر. احنا هنا عشنا في الحلم فعلا، لكن عشنا في الحلم من منظور مين بقى؟ من منظور الشخصية الدرامية. هو حكى لنا
اللي عايز يقوله لنا، اللي عايز يوصّله. طب ثانية واحدة كده، هو ممكن يكون ما حصلش؟ وارد طبعًا يكون ما حصلش، بس الفيلم مش هيقول لك المعلومة دي بشكل مجاني كده، مش هييجي يقول لك خُد بالك الحلم اللي حكاه لك فلان ده ما حصلش، هو عايزك تفكّر معايا وتشغّل دماغك معايا علشان تعرف إن كان الحلم ده حصل والّا لأ. بس الأمانة يعني إن في أفلام تانية بقى بتريّحك من الحيرة الكبيرة دي، وبتقول لك بشكل صريح الحلم ده ما حصلش. عندك مثلًا حلم حسين الزهار في فيلم تراب الماس للمخرج مروان حامد، لمّا راح لبرجاز بيه وقال له إن أنا حلمت حلم إن في واحد صاحبي جه خدك وراحوا مشوار وصاحبي ده ميت وإلى آخره. عرفنا إمتى إن الحلم ده مفبرك وما حصلش أصلًا؟ لمّا طه الزهار ابنه بعد وفاة أبوه استخدم نفس الحلم مع السرفيس علشان ينفذ خطته. فبالتالي إحنا عرفنا إن الحلم ده ما حصلش، هو مجرد أداة من الشخصية الدرامية علشان تحقق غرض ما. بس خد بالك الفيلم هنا بيريحك من الحيرة دي عشان يسحلك في حيرة تانية خالص. في بقى فيلم تاني بيقول لك الحلم ده مفبرك بشكل صريح، مش مستني منك ان انت تربط حاجة بحاجة عشان تستنتج، هو بشكل صريح بيقول لك الحلم اللي انا حكيته لك ده مفبرك. لكن الفكرة في التوقيت، هيقول لك امتى المعلومة ديت؟ يقول لك لما تبدأ تقتنع خلاص ان الحلم اللي حكاه لك حقيقة. اقتنعت خلاص؟ تمام؟ لا والله احنا اسفين، الكلام ده ما حصلش. زي ايه مثلا؟ زي فيلم حسن بهلول في فيلم اللعب مع الكبار لاستاذنا الكبير وحيد حامد والاستاذ شريف عرفة. احنا فضلنا طول الفيلم بنسال نفسنا هو الراجل ده بيحلم بجد؟ هو الراجل ده احلامه فعلا بتتحقق؟ هي الاحلام دي حصلت بجد؟ لحد ما جالنا في قبل نهايه الفيلم بشويه وقال لنا بشكل صريح الراجل ده احلامه مش حقيقيه، هو بس استخدم الحلم كاداه علشان يحقق غرض معين. في النهايه الحلم في الدراما مش مجرد حلم، ده أداة خطيرة جدًا ممكن تقلب القصة تمامًا وتكشف اللي ما حدش شايفه. في ناس بتحلم، وناس بتضيع في حلمها، وناس بتعيش فيه أكتر من الواقع. لو في مشهد حلم شُفته في فيلم من الأفلام وعلّق معاك، اكتب لي عنه في الكومنتات. ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير، ولو أنت على اليوتيوب اشترك في القناة، وما تنساش تفعّل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في حلقة جديدة وكادر مصر جديد.